غاوي تربي حمام يبقى اكيد قبل كده شوف فرد جناحه ملتوي، مفصل الجناح بتاعه وارم، زغلول صغير عنده اسهال مش راضي يخف. اللي هنتكلم عنه النهارده ده لو دخل الغيه بتاعتك هيدمر لك القطيع بتاعك، هيفضل عايش في الغيه سنين وهيبقى صعب تتخلص منه. السالمونيلا بكتيريا شرسه بتصيب الحمام مباشره، والاسم اللي بنسميه مربيين الباراتايفويد. البكتيريا دي مش بتلف كتير، هي بتدخل جسم الطائر بتستقر في الكبد والمفاصل والجهاز العصبي، ولو العدوى حصلت في الزغاليل الانتشار بيبقى اقوى واسرع واخطر. اعراضها ايه بقى السالمونيلا دي حسب عمر الحمام؟ اولا في الزغاليل ده اخطر شكل، خمول شديد، اسهال اخضر مائي، توقف في النمو، وممكن نفوق سريع، وممكن يموت فجاه بدون اي انذار لان المناعه عندهم بتبقى ضعيفه، وده بنسميه الاكيوت فورم او الشكل الحاد للسالمونيلا. في الحمام الكبير بقى هنا المرض بيلبس قناع وبيبقى مزمن، احيانا تلاقي الفرد بيبتدي يعرج، احيانا تلاقي تورم في المفاصل زي مفصل الجناح او مفصل الرجل، بس مفصل الجناح بشكل اكتر، ممكن تلاقي التواء او في جناح واقع عن الجناح الثاني، صعوبه في الطيران والا في الخصوبه، ولو وصل للجهاز العصبي بيعمل حاجه اسمها تويستد نيك، تلاقي الحمامه بتلف رقبتها وبتتهز. والجدول اللي قدامك ده هيميز لك الفرق ما بين الحاله المزمنه والحاله الحاده. الحاله الحاده اسهال وهزال وموت مفاجئ في الزغاليل غالبا، وخطرها انها بتنهي العشه بسرعه. الحاله المزمنه تعمل نقص في الخصوبه في الحمام الكبير وجناح ساقط وعرج مزمن، واحيانا بتبقى صامته مفيش اعراض واضحه، وخطورتها انها بتنتشر بصمت. ازاي بقى بتنتشر؟ خطوره السالمونيلا انها مش بتنتشر عن طريق الاحتكاك فقط، بتنتشر عن طريقين، حاجه اسمها انتقال راسي فيرتيكال وحاجه اسمها انتقال افقي هوريزونتال. انتقال راسي يعني ايه؟ يعني لو الام مصابه المرض بيتكون جوه البيضه نفسها، يعني صفار البيضه بينزل جوه المرض، الجنين بيطلع مصاب بالمرض وده غالبا مش بيعيش، ده اللي بنسميه الانتقال الراسي من الام للبيضه. الانتقال الافقي بقى بينتقل عن طريق طائر لطائر، سواء عن طريق الاكل او الميه او الاحتكاك او الاب والام لما ياكلوا الزغلول الصغير. وطبعا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن ان السالمونيلا دي مرض مشترك وخطورتها على الانسان وازاي بتتنقل للانسان وتسبب له اعراض خطيره، وحبيت النهارده ان انا اخصص الحلقه عن مرض السالمونيلا في الحمام عشان انطلب مني كتير من مربيين حمام ان اتكلم عن بعض امراض الحمام. ازاي بقى نمنع السالمونيلا دي؟ تنظيف يومي للارضيات والغيه والاعشاش، تغيير الميه مرتين يوميا، وتعقيم ادوات الشرب مره اسبوعيا، عزل فوري لاي طائر ممكن يظهر عليه اعراض زي اللي اتكلمنا عنها، ممنوع تدخل اي طيور جديده او اي حمام جديد على الطيور بتاعتك الا بعد حجر 14 يوم، نخصص مكان لوحده للطيور الجديده نحط فيها طيور 14 يوم ونتابع الاعراض اللي ممكن تظهر عليهم. ازاي تحمي نفسك انت من المرض؟ طبعا بعد التعامل مع الحمام لازم نغسل ايدينا كويس جدا بالميه والصابون، يا ريت نعمل لبس مخصص نطلع بيه عند الطيور بتاعتنا، ما نسيبش الاطفال يلعبوا مع الطيور، ما تبقاش ماسك طائر وبعدها تقرب ايدك لوشك مباشره، لازم تغسل ايدك كويس الاول وتعقمها. السالمونيلا مش مرض بيجي ويمشي، ده مرض رخم بيعيش مع الحمام كتير وممكن يفضل عندك سنين لو ما تعالجش صح. ونقطه قوتك الحقيقيه مش في العلاج، نقطه قوتك في الوقايه والاختيار الصح لاساس القطيع. واحفظ القاعده دي كويس، اي فرد جناحه ساقط ده مش كسر، ده نداء استغاثه، لازم تعزله فورا وتشوف العلاج. لو عندك اي حاله زي دي ابعت لي رساله نتناقش فيها سوا ونشوف العلاج المناسب. وكل مربيين الحمام يستنونا في الحلقات الجايه، هنتكلم عن امراض تهم كل المربيين زي الكنكر ودمعه العين في الحمام. يا رب اكون قدرت اوصل لكم المعلومه بشكل بسيط. كان معاكم الدكتور شريف في برنامج عياده الدكتور البيطريه.